السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا الفيديو ده وانا ما كنتش عايز اعمله، بس في ناس طلبته مني وفي عشان في ناس يعني هتقول ايه الحاجات اللي مش حلوة دي، او ايه الجرف ده اللي انت بتعمليه، او ايه اللي بتصوريه ده. يعني في ناس بتجرف، فوالله انا حبيت اعمله بس عشان الناس اللي طلبته مني. لكن ابني كان لما يقول لي يا ماما هو في حد بينزل الحاجات دي على النت اصلا؟ هو بيصورني ابن صغير يعني في الحضانه، ربنا يخليه لي ويبارك فيه ويبارك لكم في اولادكم. فانا طبعا والله ما كنتش عايزه انزله، يعني هو فيديو يعني مش مشجع ولا في حاجه يعني كده، بس زي بعضه قلت عشان الناس اللي طلبت مني. وطبعا انا ما كنتش عايزه انزل يعني الحاجه دي. فحتى واحنا بنصور فوق الشمس طبعا كانت مبوظه لنا الفيديو، وشايفين شكل السما كانت روعه، شكلها جميل لبني كده زي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زي اللوحه الفنيه كده. سبحان الله، سبحان الخالق لما يبدع ربنا. يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين. طبعا في ناس كتيرة هتقول ايه اللي انت بتعمليه دوا. انا هنا بقطع الجلة دي، طبعا احنا بنحتاجها في لما بنحمي الفرن اللي هو البلدي، اللي هو الفرن الطينة ده اللي بنعمل عليه البتاو يعني والعيش الظل وكده. بصراحة يعني هو فيديو مش مشجع، بس انا حبيت اصور معاكم. طبعا احنا فلاحين طبعا، وعمر ما هتكسف من الحاجه دي، لان الحاجه دي طبعا انا بعملها في بيتي. الجله دي طبعا بعملها يعني، وبلقاها الصراحه لما اجي اخبز. مثلا احنا اسره كبيره ولا كذا عيله، يعني لما ما نيجي نولع الفرن ونقعد يعني نخبز النهار كله. طبعا لو انا ما طلعتش الجله اللي عندي، طبعا هتيجي تحت البهايم كده، وهتبقى عايزه ان انت تتربي لها، لان هتبقى لينه ومش حلوه الدنيا تحتيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت اصلا مش بتطلع دوا، هتيجي تخبزي مثلا، عايزه الانبوبه دلوقتي بقت ب100 جنيه، هتيجي تخبزي مثلا شويه بتاع ولا شويه ظل مثلا، ولا هتولع الفرن اليوم كامل، مش هتلقي الحاجه دي طبعا في بيتك. وكل واحد بروحته تشتريها من بره. لكن انت لما تبقى مثلا في بيتك، الخيار الساعي يعني ده خيار يعني الساعي، بس هو الحاجه غلت وكل حاجه بتاع الحاجه غلت يعني. اللهم صل على النبي. انا مش عايزه اصدقكم معايا عشان انا بحكي كتير. صلوا على النبي في الاول و... وهقول لكم ايه اللي حصل معايا. انا دلوقتي بقطع الجله. في ناس طلبت مني ازاي يعني بنشر الجله زي ما انتم شايفين، او الجل، او معنى اصح احنا بنقول عليها يعني الروز بتاع البهايم، او في يعني كل واحد ليه يعني كل واحد ليه اسم بيقولوا على الحاجه دي. طبعا انت لو ما طلعتهاش ونشفتيها ونشرتيها، عمرك ما هتيجي تحمي الفرن تلقيه. واحسن وقيت تجيبي بيه الفرن وانت بتعمل الظل، وانت بتعمل العش البلد، وانت بتعمل العش الشمس، وانت بتعمل اي حاجه على الفرن البلدي، وانت بتحمصي شام، وانت بتحمصي بلح، يعني كل حاجه بتعمليها دي. ان ما عملتيش الجله دي، نشرتيها او الجله دي او بمعنى اصح يعني الروس اي يعني اللي هو اي ما علينا يعني من الاسم او المقوله اللي ما نقول عليها. المهم ان ما طلعتهاش مش هتلقي في بيتك، هتشتري من بره. احنا هنا هوتي عندنا الشكاره بقت دلوقتي مثلا وصلت 30 40 جنيه. اه الشكاره اللي انت هتجيبها ب 30 40 جنيه، لو هتقوم الفرن زي ما احنا خبزنا بالتو ظل قبل رمضان، وهتقعد النهار كله، عايزه لك يجي 5 شكاير طبعا. شوفي خليكي في 30 جنيه ولا 25 جنيه، هتجيبوهم منين 5 شكاير مثلا تقعد النهار كله؟ مثلا لو انت وحبايبك هتخبز على الفرن، تجيبي منين الشكاير دي كلها؟